تكشفت التفاصيل الكاملة لجريمة قتل المغترب اللبناني في أمريكا أحمد ناصر الدين ابن 28 عاماً، وأصدرت المحكمة حكمها بحق المجرم الذي حاول أن يفلت من جريمته بالتعاون مع ابنه. الشاب أحمد ناصر الدين ابن الشهبية الجنوبية وحيد والديه من الذكور، ومغترب مع عائلته في الولايات المتحدة الأمريكية، عائلة مكافحة ذات سمعة حسنة. خلال تموز من العام الماضي تتلقى شرطة الطوارئ في ديربورن اتصالاً من المدعو معتز البدور ابن الأردني زايد البدور صاحب 52 عاماً، يفيد فيه أن والده أطلق النار على متسلل حاول الدخول إلى المنزل من جهته الخلفية، وأن الجثة لم تزل في فناء المنزل. تصل الشرطة فتعثر على جثة ناصر الدين مصابة بطلق ناري في الرأس وسيارته متوقفة خارج المنزل. يتم تفتيش المنزل فيعثر في قبوه على كرسي لطب الأسنان وبعض المستلزمات الطبية. توقف الشرطة البدور وولديه، وفي التحقيق أفاد أنه كان طبيباً للأسنان في بلده الأردن، لكنه فشل في الحصول على ترخيص لمزاولة طب الأسنان في أمريكا، فأخذ يزاول المهنة بطريقة غير شرعية. وبعد المماطلة بتسليم هاتفه تعثر الشرطة عليه وقد أخفاه في فرن الغاز في منزله. ومن خلال مراجعة بيانات الهاتف يتبين أن البدور على معرفة سابقة بالضحية ناصر الدين، وتتكشف دوافع الجريمة، فيعترف البدور أنه أجرى لناصر الدين عملية سحب عصب من أحد أضراسه، إلا أن الأوجاع لم تفارقه، فأخذ ناصر الدين يتصل به مطالباً بإصلاح ما فعله أو استعادة أمواله. فما كان من الطبيب المجرم إلا أن دعاه لمنزله لمعالجة الموضوع، وبوصوله أطلق عليه رصاصة أصابته في الرأس مباشرة وقتلته على الفور. المحكمة أصدرت حكمها بسجن البدور لمدة لا تقل عن 12 سنة ولا تزيد عن 30 سنة.